من ضمن عجائب اوبر يا جماعه الموضوع اللي انا هحكي لكم دوت. عميل طلب آه، كابتن في شركه ديدي. طبعا شركه ديدي عامله خاصيه كده، هو زباله خالص، ان انت ممكن تقبل اي ريكوست من غير ما تقصد. المشكله دي في ديدي معروفه يعني. المهم الكابتن قبل الرحله دي ب 80 جنيه من القليوبيه، من بهتيم بالاخص للمرج القديمه. فقبلها عن طريق الخلط ب 80 جنيه. المهم الكابتن لما قابلها عن طريق الغلط كان معاه رحله اساسا بيوديها، فعقبال ما ودى الرحله عدى نص ساعه او تلت ساعه، لان طبعا دي عامله زي اوبر، وانت معاك رحله ممكن تجي لك رحله لما تقرب مثلا 10 دقائق ما بين المنطقه. المهم عقبال ما ودى العميل بيبص لقى الرحله دي مقبوله عنده الايه الكابتن، وهو ما خدش باله. المهم جه الكابتن قال لك لا انا مش هروح اوديها، فضل مستني بيشوف اوردر تاني في شركه اندرايفر. المهم بعديها ما فيش بنص ساعة أو كده هوت لقى في 3 تنفار بيخبطوا عليه في العربية كده في الإزاز: افتح افتح، انت احنا طالبينك من بدري، بقالنا بتاع نص ساعة ولا ساعة واقفين في الشارع احنا والحريم وناس ومش عارف ايه. المهم الكابتن بيقول لهم انتوا عايزين ايه؟ قال لهم مش انت سواق ديدي مش عارف ايه، وقاموا قافشين فيه ومسكوا فيه وحصلت عركة عشان 80 جنيه. 80 جنيه كمان الكابتن بيقول لي ان انا كان بيني وما بينهم 3 كيلو. ركبوا له توك توك، هم ركبوا له توك توك وجوله قفشوا فيه. طبعا لولا ستر الله اللي هم برضو طلعوا جبنه يعني يعني طلع الكابتن شجاع شويه وطلع قلبه جامد وخبط فيهم وشتم وبتاع، وازاي وهحبسكم وهعمل، والحكومه في حكومه في البلد. لولا اللي هم هابوا. كان من ضمنهم واحد شيخ كده راجل ملتحي، يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله احد، بس المفروض كان دماغه تبقى اكبر من كده بشويه. المهم لما الكابتن دخل فيهم شمال وهحبسكم وهعمل فهم خافوا ومشوا. بعد طبعا ما شتموا قل ادبهم. رساله بقى صغيره كده اهوت انا بقولها للعملاء بالذات بتوع المناطق الشعبيه اللي هم فوق دماغنا، اللي هم اهالينا، واحنا برضو من المناطق الشعبيه. محدش يا جماعه مش منطقه يعني مش من منطقه شعبيه. اللي انتوا يا جماعه يعني ايه، حاولوا ان انتوا تتعاملوا مع التكنولوجيا الجديده بحرفيه شويه. الكابتن ما جاش، الغي وشوف غيره، ما تضيعش وقتك. مش هتروح تركب توك توك وتروح تحبس نفسك، ما انت هتروح تحبس نفسك لانك انت بتتعدى على واحد في الشارع عشان 80 جنيه. الراجل بيقول له انت الحريم واقفه في الشارع ومش عارف عشان 80 جنيه. يعني يا راجل يا طيب، انت طالب رحله ب 80 جنيه وبتقول له الحريم واقفه في الشارع والناس واقفه في الشارع ومش عارف ايه. ب 80 جنيه يا راجل هتركب حريم وانت هتركب وهتروح المرج القديمه من بهتيم. يا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله واستقيموا يرحمكم الله.